السلام عليكم. ازيكم يا اجمل بنات في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير وبافضل حال. الفيديو بتاع النهارده هنشوف احدث تنسيقات صيفيه لصيف 2023 للمحجبات على احدث صيحات موضه الوان صيف 2023. ستايلات تركيه تحفه يا بنات بكل القطع الصيفيه الخاصه بالمحجبات. السوت طبعا زي ما انتم شايفين في صوت القمر اللي قدامكم ده، طبعا نظام سوت بليسيه تحفه يا بنات، شيك جدا جدا. طبعا هنا عبارة عن بلوز طويلة ومعاها الوايد ليج، شايفين جميل جدا. وده برضو نظام لونج شميس طويل شيك وبرضو محتشم في نفس الوقت. ان شاء الله يا بنات كل القطع اللي انتوا محتاجينها وكل اذواقكم هتلاقوها في الكوليكشن ده. محتاجين دريسات هتلاقوا عبايات كاجوال برضو موجود. هنشوف برضو في الكوليكشن ده نظام السكيرت و البلوز، وهنشوف برضو نظام البنطلون الوايد ليج. كل ده موجود معانا في الكوليكشن بتاع النهاردة للدريسز، كل ده موجود. والمميز في الكوليكشن برضو ان اي ستايل يعجبكم ممكن طبعا تشتروا بمنتهى السهولة. هتلاقوا كل تفاصيل البيج في نهاية الكوليكشن. هتلاقوا بقى رقم الفون، هتلاقوا نظام اسم البيج اللي تقدروا تتواصلوا معاها. اي ستايل يعجبكم خدوا له سكرين شوت وتواصلوا معاهم على الواتس. وطبعا اسالوا عن التفاصيل عن الاسعار. من فضلكم طبعا ما تسالونيش عن الاسعار لان انا مش ليا اي علاقه، بكرر دايما مش ليا اي علاقه باي بيج. انا كل ما عليا بنزل لكم الكوليكشن، فبتسالوني عن العنوان، فطبعا ببحث لكم عن العنوان وبجيب لكم. واضطريت بعد كده طبعا ان اي ستايل انزله او اي كوليكشن انزله لازم اجيب لكم التفاصيل، بحيث لو بنوته سالتنا او اي حاجه تلاقي كل حاجه في نهايه الكوليكشن. طيب ليه في نهايه الكوليكشن؟ عشان يا بنات طبعا انا بنزل كتير كوليكشن زي ما انتم شايفين، فكتير منكم بتجيني تعليقات طبعا عن الاسعار عن التفاصيل عن العناوين. طبعا من كتر بنزل كوليكشنز باكتر من بيج، فبجد بقيت بتوه في البيجز. انا نزلت كوليكشن ده من اي بيج، فبعد كده طبعا اضطريت ان انا كل كوليكشن انزله اربطه بالبيج في نهاية الكوليكشن، بحيث يبقى سهل عليكم وعليا التواصل. نظام الدريس او العباية دي يا بنات عجبتني جدا جدا، حبيتها قوي قوي، عصرية وشيك والوانها بيرفكت بيرفكت جميلة جدا جدا. ده برضو نظام سوت معانا، شايفين الجمال، شيك قوي. وده برضو نظام تونيك، مش عارفة انتوا بتسموه ايه، بس هو بيبقى نظام احنا مسمينه التونيك عندنا، بيبقى نظام شيك قوي كده. شايفين طبعا جينز، طبعا جينز زي ما قلت لكم دارج معانا. ده برضو نظام بلوز جميلة جدا كيوت قوي 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 قوي، شايفين الجمال. طبعا تنسيقاتها كتير قوي قوي، ايه رأيكم؟ شايفين؟ والالوان طبعا هادية زاهية، مناسبة قوي قوي، مريحة لصيف 2023. يعني بمجرد ان انت تتفرجي على الكوليكشن كده انا عن نفسي بحس براحة نفسية. شايفين؟ ايه رأيكم؟ طيب البنوتات اللي مش حابة تتواصل وتشتريه طبعا بمنتهى السهولة تقدري تفصلي بلوز شيك قمر زي دي كده، خصوصا للبنوتات اللي بيروحوا الكلية الدروس. البلوزة دي مش مرتبطة بسن معين لانها شيك ومحتشمة ومناسبة لكل الاعمار والاذواق. طبعا ده برضو نظام سوت كامل معانا، عبارة عن بلوز وسكيرت، شايفين الجمال. طبعا هنا السكيرت مبطنة، ايه رأيكم؟ الالوان بيرفكت جميلة جدا جدا. للبنات طبعا اللي مش قادرين زي ما اتفقنا مع بعض ان هما مش قادرين يتواصلوا يقدروا يفصلوا، خدوا الفكرة يا بنات، تقدروا برضو تغيروا فيها بحيث تمشي معاكم او مع شخصيتكم. مش لازم تاخدوا الفكرة زي ما هي، ممكن تطوروا فيها كمان. ده ستايل شيك جدا معانا، يعني ستايل زي ده ممكن بنوتة مثلا تقول اعمل منه نظام دريس. طبعا ممكن بدل ما هو نظام بلوز طويل كده او نظام لونج تشيرت طويل كده، تقدروا طبعا تخليه تطوليه ويبقى معاكي نظام دريس، او في بنات بيسموها عباية او ملحفة. شايفين؟
يعني احنا ناخد الفكرة والطريقة ونتصوره مع نفسنا ونتخيله ونشوف المناسب لينا. طيب لون زي ده انا مش هيمشي مع لون بشرتي، فانت شوفي. طبعا احنا اتكلمنا كتير جدا عن الالوان المناسبة لكل بشرة، فانت تقدري تاخدي ستايل عاجبك باللون اللي يمشي مع لون بشرتك طبعا وتفصليه. وفي ستايلات مش هتمشي مع بعض الاجسام، لان في ستايلات تمشي مع اجسام مليانة، في ستايلات تمشي مع اجسام نحيفة، في برضو ستايلات تمشي مع كل الاجسام. فاحنا برضو لازم نكون عارفين ايه اللي يمشي معنا اكتر ونبقوا فيه افضل واحسن طلة. ده نظام صوت معايا، بس انا مش عارفة ليه مش حبيته، حسيته نظام كده حاجة روب بيتي، مش يعني كسوت، حاساه كده مش مناسبة للخروجات. ده برضو نظام لونج شيميز معانا، شايفين جميل جدا ومحتشم. ايه رأيكم؟ ده برضو فورمال سوت، ده برضو فورمال سوت عبارة عن سكيرت وبويز. دي برضو سوت عملي يومي مناسب للخروجات اليومية. ايه رأيكم؟ طبعا البني معروف ان هو موت ما بتمشيش، يعني لون اساسي ماشي معانا الاسود والبني، والالوان الاساسية دي كلها طبعا مناسبة لكل السنين، مش بتقول لأ. بس احنا عارفين كده ان كل سنة بيبقى فيه لون هو الملك الالوان بمعنى اصح. يعني في سنة كان لون الكشمير، السنة اللي بعدها اللون المنت، السنة دي طبعا في اكتر من لون بيتسرعوا. عندنا طبعا الاخضر، الهوت اورانج، الاحمر الناري، الفوشيا، والازرق. طبعا معانا برضو الازرق الملكي او الملوكي. في الوان كتير قوي داخله، مش لون مميز كده زي كل سنه. ايه رايكم؟ الاصفر الكناري برضو معانا، شايفين؟ دي برضو صوت معانا. دي طبعا يا بنات كل تفاصيل البيج قدامكم، اسم البيج طبعا على الانستا ورقم الواتس عندكم. ده طبعا البيانات وترجمتها. من فضلكم لو حسيتوا انكم استفدتم ما تنسوش اللايك. لو عندكم اي استفسار ما فهمتوش اي حاجه اكتبوا لي برضو في التعليقات، ان شاء الله هرد عليكم. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله.